السلام عليكم. وحشتوني ويا رب أكون وحشتكم. عايزة أقول لكم كام حاجة كده من اللي أمي علمتهم لي. أمي ما كانتش لا بتعرف لا تقرأ ولا تكتب، بس علمتني حاجات خريجين الجامعة ما علموهاش لبناتهم. أمي علمتني إن تاج الست مش شعرها زي ما إحنا عارفين، لأ، تاج الست هي عزتها وكرامتها، عزة نفسها وكرامتها. علمتني لما أخش عند حد بيت ما اقعدش عينيا تبص على الحاجة اللي موجودة. علمتني لما اتعزم عند حد آكل نص بطن، ما تسرعش يعني وكده. علمتني إن البطن بتشبع بالفول زي ما بتشبع بالفراخ. يعني جوزك جاب لك فراخ قولي الحمد لله، جاب فول كلي معاه وقولي الحمد لله. ما تحمليش جوزك أكتر من ما هو يقدر. أنت طبعا بتبقى عارفة دخله. علمتنا لما أتكلم مع حد أكبر مني صوتي يبقى واطي، صوتي ما يعلاش، ما أوحش معاه. علمتني كمان اللي بيمشي لي خطوة أمشي له بلاد. زي ما بيقولوا في المثل الشعبي كده، اللي بيبص لي بعين ببص له بالاتنين. علمتني اللي يراعيني أراعيه، اللي يراعيني أراعيه. اللي يتنمرض عليا أو الكلام دوت والحاجات اللي هي الوحشة دي لا أشيله من دماغي عشان أنا ما تعبش نفسي بيه. علمتني أعلم ولادي لما يكون موجود عندنا ضيف ما يقعدوش يطلبوا حاجة، أو ما يروحوا معايا عند حد ما يقعدوش يطلبوا حاجة. علمتني إن الفلوس أحطها تحت رجلي أقف عليها، أقف عليها تعليني، ما أحطهاش فوق دماغي تكسر لي رقبتي. علمتني إن الفلوس دي أشتري بيها الحاجة لكن ما بيعش بيها نفسي. الناس المحترمة ما بيتباعوش بالفلوس، تشتريه بكلمة حلوة، بأدبك، بأدب أخلاقك، بجميلة حطيته في رقبته بأدب. علمتني إن اللي يمشي لي خطوة أمشي له بلاد، أمشي له بلاد. علمتني إن زي ما بيقولوا كده آه، الأدب فضلوه عن العلم، الأدب فضلوه عن العلم. علمتني لما يكون حد موجود عندي في البيت آه، يعني زي ما بيقولوا كده الجودة بالموجودة، الجودة بالموجودة. بس ولادي بيبقوا عارفين نفس طريقتي، برضه ما بياخدوش الحاجة من قدام الناس والكلام دوت. أم علمتني إن الكرم، الكرم من شيم الكرام، من شيم الكرام. آه علمتني حاجات حلوة أوي أوي أوي، حاجات حلوة أوي نفسي نتعلمها دلوقتي، نفسي نتعلمها دلوقتي. علمتني إن حماتي كرامتها من كرامة أمي، كرامتها من كرامتها. لا أقدر أقول لها لأ، ولا أقدر إن أنا أزعق معاها، ولا أقدر أكون موجودة عندها وأوقفها على حوض تغسل المواعين. أنا ده علمته لولادي برضو يتعاملوا بنفس الطريقة، عشان زي ما بيقولوا إيه، لما حد يعرفني زي ما بيقولوا في المثل كده، اللي يعرفونا يدعوا للي ربونا. عشان أنا يوم ما ربنا يتوفاني يكون موجودة لي ذكرى حلوة كده. حماد بنتي تدعيها لي، جوز بنتي يدعيها لي، آه ابني يدعيها لي، بنتي، مرات ابني. الحاجات اللي هي اللي احنا اتربينا وتعودنا عليها. انا عايزاكم تعلموا ولادكم الحاجات دي، تعلموا ولادكم الحاجات اللي تخليهم يعني مش يعمروا بس، لا يكونوا محبوبين في وسط الناس دي. خلي بنتك تعرف ان النمرضة عيب، نقل الكلام عيب. اما تكوني موجودة في بيت ما ينفعش تقولي نص كلمة من اللي اتقالت في البيت دوت. الحاجات دي علموها لولادكم، علموها لولادكم. وعلم ولادك إن أمي كرامتها من كرامتي، وليها عندي عزة نفس كبيرة أوي، وليها عندي تقدير من تقديري، عشان ولادك يحبوها ويحترموها. ومش هيحبوها ويحترموها غير لما يشوفوك انت نفسك بتعمل كده. وانت نفسك علمي ولادك ان حماتك زي امك، تحترميها وبتحبيها عشان هم يتعلموا منك. ما هو فقد الشيء لا يعطيه. ما انت مش معقولة هتقولي لأولادك حبوني وقدروني ومش عارف ايه وانت بتتعاملي مع امك وحش، وانت نفس الحكاية. فلازم نعلم ولادنا الحاجات الحلوة.
عايزين نعلّمهم الحاجات المحترمة بقى، ونبعد عن الحاجات اللي هي مالية السوشيال ميديا دي، الحاجات دي ما بتجيبش غير الخراب. نسبة الطلاق العالية اللي موجودة دي بتكون من تحت راس الحاجات دي اللي ولادنا ما اتعلموهاش، مش ولادنا إحنا بعد الشر، بعد الشر، ولاد الناس تانية، ولاد الناس تانية. ويا ريت الفيديو دوّة تشارك فيه عشان يبقى صدقة جارية ليّا وليكم، وبرضه حاجة يتعلموا بيها ولادنا. السلام عليكم.